جل جلاله هو الذي قال كل من عليها فان. جل جلاله هو الذي قال كل نفس ذائقة الموت. نعم، تتعدد الطرق وتتعدد الأساليب والأنواع. يكون شهيدا ويكون ميتا بمرض وعهد علينا. وهذه رسالة أنقلها من سيادة اللواء نضال أبو دخان راعي الأمن والأمان في دولة فلسطين. عهد علينا أن نلاحق الجاني كان من يكون، وأن نقدمه بالعقل والمنطق. هذا الشهيد شهيدنا، هذا الابن ابننا، المخيم شاء من شاء وأبى من أبى، هو مخيمنا. أوجز في كلماتي وأوجه 3 رسالات. أما الرسالة الأولى فللعقلاء من آل زبدة: أنتم الذين أوقفتم الفتنة ووأدتموها. الفتنة نائمة، ملعون من أيقظها. فكل التقدير وكل الإكبار والإجلال لكم على هذا الموقف الذي يسجل في السماء وفي الأرض. أنتم تعلمون حقيقة ما فعلتم. أنتم أغلقتم أبواب الشر كلها. هذه رسالتي لكم. أما الرسالة الأخيرة نوجهها من المؤسسة الأمنية إلى جميع أطياف الشعب الفلسطيني، ولا أفرق بين مدني وبين عسكري. نحن جميعنا فلسطينيين، عدونا واحد وهدفنا واحد. ومن هذه الرسالة أتوجه باسم المؤسسة الأمنية إلى أهالي الفقيد، أقول لهم ما قاله عز وجل: ربنا هو الذي قال إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لأن الصبر عبارة عن عبادة نؤديها ونحن ننزف وجعا ونحن ننزف ألما لفاجعة فراق عبد القادر. لا يسعنا إلا أن نقول رحمه الله سبحانه وتعالى وأسكنه في صحبة أحبابه عنده. نتقدم إليكم بهذه التعازي والتي والله لها معنى ولها عنوان. فأما المعنى فهو الحزن، وأما العنوان فهو الألم، بداية من قيادة قوات الأمن الوطني ممثلة بفخامة معالي لوائها سيادة اللواء نضال أبو دخان راعي الأمن والأمان في دولة فلسطين، ومن كافة الأجهزة الأمنية.